أربعاء ضمن منافسات الأسبوع الأول من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم. وحرص أمير قطر السابق وزوجته على دعم ومساندة المنتخب المغربي من مدرجات ملعب المباراة في المدينة، كما حمل علم المغرب. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو المذكور، حيث قام كل من الأمير وزوجته بتحية الجمهور المغربي الحاضر في مباراة المنتخب المغربي أمام كرواتيا، وذلك برفع العلم المغربي. وتفاعلت جماهير المغرب الحاضرة في مدرجات الملعب مع تشجيعات الأمير القطري رفقة زوجته عن طريق الرد بالتصفيقات. وكان المنتخب المغربي قد تعادل سلبا مع وصيف العالم منتخب كرواتيا في افتتاح مشوارهما في المونديال في نسخته 22 ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا بلجيكا وكندا. وفي وقت سابق حضر أمير قطر حفل افتتاح بطولة كأس العالم الذي أقيم في ملعب البيت يوم الأحد الماضي، بعدما تم نشر مجموعة من الصور له من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر في صور الافتتاح مع زوجته أميرة قطر وابنيهما تحت عنوان لقد حان الوقت الآن. مرحبا بكم في بطولة كأس العالم قطر 2022. وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر من العام الجاري، وذلك كأول بلد في الشرق الأوسط يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة. وعلق مدرب المنتخب المغربي بالقول: يملكون خط وسط رائع، ركضوا كثيرا ولديهم فنيات مميزة، احترمناهم كثيرا في بعض الفترات، لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية، أشكر اللاعبين، لقد أظهرنا أننا فريق جيد، يجب أن نتابع العمل ولدينا 4 أيام للتعافي قبل مباراة بلجيكا، كنا نبحث عن الفوز، استحوذوا على الكرة وهذه نتيجة جيدة. كما قال عميد المنتخب الكرواتي لوكا: كنا على حق، فالمنتخب المغربي مخادع وصعب، لم نسمح لهم بالاقتراب كثيرا من منطقة الجزاء، وما احتجنا إليه هو الهدف، لو كنا خلقين أكثر لربما منحونا المزيد من المساحات.